سلام سلام، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير انتم اهلكم واحبابكم يا رب. طولنا الغيبه ولكن ما رجعناش بيدينا فارغين. اكيد جيتكم فيديو خفيف ظريف ولكن كله فايده. راكم رايحين تدوه كله فايده. المهم ان شاء الله تكونوا فوتوا ايضا هذا الصيف كما يبغي خاطركم يا رب. رانا عارفين كامل فوتنا هذوك موجات الحر، ما كنتش نقدر نصور فيديوهات طويله، اذا كنت نصور معكم فيديوهات قصيره. يعني كي تدخلوا القناه دي تروحوا الفيديوهات القصيره تلقاوني دائما معكم. اذا اليوم جيتكم شاركت معكم هذه التدبيره اللي هي تدبيره القرع الاحمر. انا هنا جاب لي كميه من القرع الاحمر اللي نقولوا لها سيتخوي او كابويا او القرع الاحمر، القرع الحلو، كل منطقه كيفاش يسموها، ولكن مصدر بوتاسيوم رائع، مليحه للصحه، مليحه للهضم، مليحه للمناعه، مليحه للكونسير. يعني واش نقول لكم وين تحطوها مليح. هذا بلا البذور تاعها، راني نهضر غير اللب، غير هذاك البرتقالي اللي كنتو فيه مليح، ما بالك اللب. اذا حكمتها، نقيتها، قشرتها وحطيتها في الماء، وهنا نحتفظ بها. جبت هذا الاكياس تاع الكونجيلاسيون اللي نوري لكم فيهم، يجوا رولو، جو ما تجيش كل وحده وحده، يجي رولو. كل ما تحتاجي تقسمي، كاين اللي يجي حجم صغير وكاين اللي يجي حجم شويه كبير. يعني دائما تصيبوا في الساشي في الرولو مكتوب بالمليمتر وبالسنتيمتر. اذا دائما نشري رولو اللي شويه كبير، رولو اللي شويه قصير، نخليه للكونجيلاسيون بنحتفظ ايضا به في الخضر. اذا هنا حكمتها، نقيتها وندس. يعني راح نخدم بها اليوم، واللي يتبقى لي راح ندسه. كل ما نحتاج نجبد، كل ما نحتاج نجبد. صراحة هذه من الأمور اللي لازم تكون عندك، يا في الثلاجة يا في البراد يا في الفريجيدير. رائعة للصحة، يعني حتى تقدروها ديروها مربى، بزاف مليحه للهضم. يعني ما نقدرش نقول لكم كاع اللي تحير تدخل تحوس على الفوائد تاعها، رائعه، كانك راكي تاكلي في مكمل غذائي. اذا هنا الكميه اللي احتفظت بها لليوم راح نديرها حساء، اللي هي سوب تاع اليقطين. اذا حكمت في القدره تاعي، حطيت حبيبه تاع بصل تكون مليحه شويه، جونغ ماشي ديك الصغيره، حبيبه تاع بصل، ونخدم كلش بارد في بارد. حطيت حبيبه تاع بصل، 2 فصوص تاع الثوم، 2 جزر، 2 حبات من الجزر، حبه تاع بطاطا تكون متوسطه، وضفت عليها قطعه تاع من صدر الدجاج كانت عندي، معاها ملعقه تاع زيت، شويه تاع ملح، وايضا اذا ماشي متوفر عندكم الدجاج ديروا مكعب مرق الدجاج عادي، وشويه وريقات تاع نعناع اخضر، نعناع لازم يكون اخضر، نحطه معها بتتنكه شويه. واذا وايضا هذه ضروريه، ملعقتين تاع عدس احمر. ونحط التوابل، كان عندي تابل الدجاج، راس الحانوت، زنجبيل. انتوما والتوابل اللي تفضلوها، ولكن دائما يمشي معها التابل تاع الدجاج، راس الحانوت، هذو روعه. نخلطهم كل شيء بارد في بارد، باه نحطها على النار تتقلى. واللي تحب لاصوب تاعها تجيها بنينه وهايله، لازم تخليها تتقلى، خلوها تتقلى. دائما نقصي على النار، حطي نار مهيله وخليها تتقلى، واشك فوق قلبها، اشك فوق قلبها، بهذوك لي زيبيس تنكه بهم تخي بيان. هنا كانت خذات لي قريب 15 دقيقه وهي تتقلى على نار مهيله، كي صاي تبداي تشمي هكا في الريحه ديك الزينه، الريحه تاع لي زيبيس. الوغ هنا نمرق عادي، نجيب ما سخون او ما مغلي، نمرق، ودائما نمرقوه في لي كوتي، يعني با ما نشلوش هذيك الخضره من لي زيبيس، دائما نحكموا جهه في الاطراف تاع القدر ونمرقوا فيها ونخليها تغلي وتطيب، وما تاخذش بزاف وقت، يعني ما تحتاج تديريها في كيكوطه، فغير في القدره تغلي يا ربي واحد 20 دقيقه هكذاك، تلقاي الخضره تاعك كامله طابت. اذا بعد ما كنت تاكدت انه خضره كامل طابت، هذيك المرقه ولات خاطر الله الله، ضفت ملعقه كبيره اكل من الجبن. ما كانش عندي جبن مثلثات، اذا استعملت هذا النوع. اللي يكون عنده جبن مثلثات من الافضل هذاك يجي بزاف بنين، او ميكسيت كل بالبراميكسر. ومع العلم اني هذيك القطعه تاع الدجاج اللي كانت طابت كنت نحيتها دو كوتي، نحيها دو كوتي، فتتها باه كي نميكسي نعاود بعد ما نميكسي نعاود نرجعها. هنا كي دائما كي نميكسو الحساء او لاسوب يجي ثقيل، يعني القوام تاعو بزاف ثقيل، اذا انا ما نستهلكوش هكذا. واش درت؟ ضفت له تقريبا كاس من الماء، ونخليه يغلي
مع شويه تاع نعناع. الله الله يمد لنا هذيك الريحه وذيك البنه البنينه. وهذاك الدجاج اللي فتتو ايضا نعاود نرجعوا فيها من بعد قبل ما نطفي عليها. وهذه هي تكونوا هنا عندكم انسوب روعه. قدميها مع ميني بيتزا، قدميها مع المطلوع، قدميها مع واش تحبي. انا هنا كنت درت لهم هذه طبسي سلطه وشويه مطلوع وصلاه نبي، ولا اسهل. لانه في الصيف رانا عارفين بلي كامل رانا مع موجة الحر عيينا تعبنا تلفنا الافكار، ولكن دائما لا سوب دائما حاضره عندي في الاسبوع، دائما ندير مرتين ولا منها، لانه بزاف صحيه بزاف خفيفه وما تخليش الجسم ثقيل وتعاون بزاف على الهضم. واكيد مع مطلوع الله الله اللي راح نخلي لكم الوصفه او الرابط تاع هذا الوصفه في صندوق الوصف. بزاف شباب بزاف هايل، كاين بزاف جربوه وعجبهم. دوك ما بقى لي غير نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه، الى فيديو اخر ان شاء الله. سلام.